مهيب عبد الهادي يعلن عن مفاجأة في 3 شروط لبيتسو موسيماني من أجل تدريب نادي الزمالك في الموسم الجديد. على الرغم من أن معلومتنا في مودرن كورة بتقول إن بيتسو موسيماني قرر إنه لم يرجع يدرب في أفريقيا، هيدرب منتخب أفريقي زي مثلا منتخب غانا أو نيجيريا أو هكذا، ومش ناوي يدرب فريق أفريقي مجددا. ولكن مهيب عبد الهادي خرج وأكد على أن موسيماني سيوافق على تدريب نادي الزمالك في حال تلبية مطالبه المادية، بالإضافة إلى الشروط التعاقدية الخاصة به، زائد التعاقد مع اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم. يعني 3 شروط هم إن أول حاجة يوافقوا على طلباته المالية، زائد يوافقوا على الشروط اللي هيفرضها على إدارة نادي الزمالك، إدارة الزمالك في التعامل معها. وبرضو آخر حاجة بقى رقم 3 التعاقد مع اللعيبة اللي هو ومراته عايزين يجيبوهم للنادي.